ايش رايكم انزل مادة مسموعة نسمع سوا، وانا متأكد انه تغير كثير من المفاهيم تجاه الركن الثاني من اركان الاسلام. اقول يا شيخ انا بناتي يصومون لابوهم المتوفي صيام، وهو كان مفرط ما يصوم اللي يعني يفطر في رمضان، فهذا يجوز ولا صدقة ولا كيف؟ هل هو كان يصلي محافظ على الصلاة؟ والله مفرط يعني يضيع بعض الصلوات؟ اي يترك، والله يترك سنين هو يترك. ومات على ذلك ولم يتوب؟ والله لا، يعني يصلي هو احيانا في البيت، احيانا الجمعة، احيانا. لا أنا قصدي هل يترك الصلاة نهائيا، أو قصدي ما يصلي مع الجماعة؟ لا الجماعة ما يصلي معها مرة، لكن ما يترك الصلاة. اللي يتركها والله يا شيخ متعمدا؟ كسلا، يعني كسل. إيه؟ هذا لا يصام عنه ولا تنفعه الأعمال إذا مات على ذلك، والعياذ، ولا الصدقة ولا شيء، ولا يستغفر له. أحسن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعتوا أنتم؟ لا نهمين. سألت الشيخ عن الصيام لشخص متوفى وهو لا يصلي عمدا، قال الشيخ لا يستغفر له ولا تقبل منه كل الأعمال، والأعظم من ذلك اسمعوا كلام ابن عثيمين. إذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة، بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي، الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيدا عن المنازل، فيحفروا له حفرة ويدفنوه فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله لا تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. أنا ليش نزلت مثل هالمادة؟ لأن في ناس كثير بهالزمن مو بيصلون، إي والله يا جماعة مو بيركعونه. عشان كذا ودي تصل مثل هالمادة لأكبر شريحة من المجتمع عشان يحسون بخطورة الموقف وتسقط عنا الحجة. ولا فيو